عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا عم؟ الحمد لله. كيف رمضان معك؟ على ربي. ممكن تعرفنا عن الماضي، عن ماضيك، تكلمنا عن أيام زمان. مثل ما مثلا كيف كانت أيامكم زمان؟ كانت أيام زمان حلا برعاية، شغل، زراعة، وعيشة، والرياء أحلى من أيامنا هذه الأيام. ألف مرة. ما هو أكثر موقف أنا كثر المشاكل وكثر ما هو أكثر موقف خلاك سعيد بحياتك؟ السعادة دي بقى الحياة، بالعيال وبالزواج. هل سبق إنك سافرت دولة خارج اليمن؟ السعودية. كيف كانت عيشتك بالسعودية؟ الحمد لله. كم جلست بالسعودية؟ والله أنا جسوك غرب بخيرات، كان قريب 3 سنين. كنت تشتغل أو إيش؟ نعم. كيف كان الشغل معك؟ الشغل الحمد لله، لكن يعني ما تعطلناش نهائيا، لأن الشغل كنت أشتغل بفراشات تنجيد. ما سافرتش غير السعودية دولة أخرى؟ ولما رجعت لليمن كيف شفت الوضع؟ الحمد لله، يعني وضع مستمر، لأن ما حصلنا من هناك جين نسهله هنا نأكله. ممكن تسمعنا مقطع غنائي أو شعر أو ليش عندك الموهبة هذه خالص؟ مش موجودة نهائيا. أيوب طارش أي واحد منهم ما تحبهمش خالص ولا تتابعهم إلا ما نتابعك، كنا نتابع بالغربة. ولا حفظت مقطع من مقاطع؟ ما سمع ولا شغل العمل. كم معك عيال؟ 3، 2 بنات. الله يخليهم لك إن شاء الله تربوا بعزك. جميل إن شاء الله. ممكن مثلا حابب توصل رسالة إلى الشباب هذه الأيام، نصيحة؟ شباب نصيحة إنهم يقيموا الصلاة، يؤدوا صيام رمضان، يفعلوا، يطيعوا الآباء. وصل رسالة الذي يضرب أمه ويضرب أبوه وعاصي الوالدين. هذه ما إيش حابب تقول له؟ ما أقول. إيش حابب تقول للذي يضرب أمه وأبوه؟ يطيع أمه. بس أنت بنظرك الذي يضرب أمه وأبوه إيش؟ عاصي. مش آدم. ما في هذا عاصي، خارج عن عن دين الإسلام. وأنت الأيام هذه مرتاح؟ الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله. وفي آخر حلقتنا يا عم نقول لك شكرا على لقائك الجميل هذا، والصدق كلامك روعة. شكرا لكم، وشكرا لتواضعكم. دعي لنا بشهر رمضان، دعي لأعضاء الفرقة، نربي يفتح علينا ويحقق أحلامنا جميعا. عليكم، يرزقكم ويبارك لكم